السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، هو في طريقتين ان انت توصل فيهم سلك الدش لو سلك الدش قصير معاك. يعني لو سلك الدش قصير او في حتة اتقطعت منك، الشباك قفل عليها او الباب قفل عليها وعايز تطول سلك الدش. طيب السلك مثلا عندك قصير، انت جبت حتة سلك، يعني مثلا جبت 5 متر سلك زيادة وعايز تطول السلك، هتنقله من أوضة لأوضة. في طريقتين، في طريقة سهلة وفي طريقة يعني ممكن تبقى صعبة عليك بس هي الأفضل. الطريقة السهلة، أنت بتروح عند أي حد، أي محل قريب منك كده زيي، بتقول له أنا عايز أوصل سلك دش بدش، بيديك صامولة زي دي، بنة زي دي، اسمها إن في إن أهي، اسمها إن في إن. وطبعا ده دي سلك الدش، الصامولة اللي احنا عاملين إيه، اللي أنت عاملها. أنت بتجيب الإن في إن أهي وبتروح تركبها كده، وبتجيب السلك الدش ال5 متر اللي انت عملت فيهم وعملت فيه صامولة برضو، وبتروح ايه موصلها كده. انت وصلت السلك كده كده، انت وصلت السلك وبتروح لافف عليه شكرتون، بتلف عليه شكرتون كده كلها كده، تمام. انت كده ايه وصلت سلك بسلك، طالما انت التوصيلات كده مظبوطة، انت كده وصلت سلك بسلك تمام. دي الطريقة السهلة، بس الطريقة دي أنا ما بحبهاش. ليه؟ الطريقة دي لو في مكان خارجي، يعني لو جوه البيت ممكن تبقى كويسة، لكن لو مكان خارجي بره في الشمس أو في الهواء في الرطوبة مع العوامل الجوية، الطريقة دي بتبقى مش مظبوطة. ليه؟ الحاجات دي بتعمل رطوبة وبتاخد مية. يعني السلك ده، السلك اهو عمره ما هيخش مية ولا رطوبة، عشان السلك جاي تقفيل المصنع. لكن دي مهما حطيت عليها لزق بتبقى برضو ايه، ممكن يخشها ميه او يخشها اي حاجه من الحاجات دي. فالحاجات دي بتصدي او بتجنزر، فلما تصدي الاشاره بتبدا تضعف عندك. تضعف عندك ازاي؟ يعني بتبقى شغاله على قناه مثلا ايا كان، بتبقى شغاله على القناه وهو مره واحده تلاقي الصوره قطعت وانت قاعد تتفرج، وشويه تروح تشتغل تاني. ده عيب اللي بيبقى فيه اللحام، واللحام ده مجنزر. دي اول طريقه. الطريقه التانيه اللي هي الطريقه البلدي. الطريقه البلدي اللي هي ان انت ايه، ده السلك وده سلك، تمام. يعني ده انت ايه، عايز توصل السلك ده بده. دي الطريقه البلدي اللي احنا بنقول عليها ان هي ايه، افضل شويه، افضل من دي. ليه دي؟ كل صامولة من دولت بتفقط من الإشارة 5%. يعني انت لو انت قاعد مثلا في دور سابع ولا دور تامن وحاطط مركب مسافة سلك طويلة، فبعد ال50 متر الإشارة بتأثر. فانت دلوقتي حاطط صامولة ادي واحدة، انت دلوقتي اهو الصامولة فيها ايه اللي احنا عملناها الطريقة السهلة. ادي في صامولة الاولانية والصامولة التانية، واللي هو الايه الان في ان اللي احنا وصلناهم في بعض. فكل واحدة من الاثنين من الثلاثة دولت بتفقد اشارة 5%، يبقى الثلاثة دولت بيفقدوا لك اشارة 15%. فانت لو طول السلك في مكان عالي، يعني انت في دور سابع، على ما تنزل الاشارة ايه بيفقد لك في الاشارة، فالاشارة تضعف عندك شوية. دي الطريقة اللي هي السهلة. في الطريقة اللي هي البلدي، انت بتروح جايب السلك وبتروح مقشره كده اهو، لو معاك موس او كتر ممكن تقشره، بس احنا بنتكلم يعني ايه اهي. ادي السلك عبارة عن ايه، شعيرات، شعر اهو، ادي الشعر، بتلف الشعر كله على بعضه اهو، ودي بتقطعها. ادي الشعيرات اهو، ودي اللي هي الايه الطرف التاني اهي. بقت عبارة عن ايه، طرفين، هم دولت الطرفين. ادي الناشفة اللي هي المصمت، وادي الشعيرات. وهنعمل الناحية التانية برضو نفس الفردة بالطرف التاني اللي احنا هنوصله، سواء السلك اتقطع منك او انت بتطول ولا حاجة.
برضو نفس الكلام، بنلم الشعيرات، الورقة دي بنقطعها، وادي بنلم الشعيرات اهي، وادي الطرف المصمت برضو نفس الكلام. وبتروح جايب ايه ده كده ايه اهي، بتروح لافف الشعيرات مع بعض وتلفهم كده اهو، وادي عملناه بايه بالشكرتون. لو خدت بالك ان مفيش شعيرات لامسه الايه السلك، وتروح عامل دولت ايه لافف دولت مع بعض كده، انت وصلت السلك بطريقه كويسه. انت هتيجي تقول لي طب ما هو انت عامل ده بلزق وعامل دي بلزق، طب ما هو الاتنين زي بعض، دي هتاخد ميه ودي هتاخد ميه. ماشي، ما هي ماشي، ما فيش مشكله، هو اللحام ما في كده كده ده، بس دي بتفقد لك 15% اشاره، ودي بتفقد لك 5% بس. يعني انت لو الاشاره جايه من الطبق ضعيفه، ده هيفقد لك 5% بس، لكن ده هتفقد لك 15%. يعني لو انت هتعمل في السلك اكتر من لو عملت في السلك 2 أو 3 من دي كده، مش هيبقى فيه اشاره عندك تحت. لكن لو عملت من دي 1 أو 2 هتشتغل معاك كويس.